شوف، أعظم مطالب الدنيا أن يكفيك الله الهم، وأعظم مطالب الآخرة أن يغفر الله لك الذنب، وهما مضمونان في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كلامي بل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أبي بن كعب قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، يعني أكثر، أجعل غالب وقتي صلاة عليك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك، يكفيك الله همك، ويغفر لك ذنبك أي في الآخرة. اللهم صل وسلم عليه واجمعنا على حب. صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. صلوا على النبي يا حبايب قلبي كده واذكروا الله. مقدمة جميلة كده حطيتها في اول الفيديو. طبعا الصلاة على النبي دي بتفرق كتير جدا 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 والله بجد. النهاردة ان شاء الله كده حابة الاول اسلم عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في بيوتنا وارزقنا راحة البال والرزق الحلال. اهلا بكم يا حبايب قلبي، فيديو جديد معاكم النهاردة. عاملين النهاردة اكلة كده يعني بصراحة جميلة، والجو حر بس بالليل كده يعني ايه بيدي سنة ساقعة كده شوية. فاحنا كده كده يعني ما بناكلش الا لما جوزي بيجي. هنعمل اكلة كده من ريحة زمان كده بتفتح النفس. النهارده هنعمل مع بعض يا حبايب قلبي محشي كرنب سخن كده وطعمه يتجنن، ومعاه فراخ كده وبط يعني ايه طعمه خطير. وكمان عملت كده شوية بطاطس طبيخ ماشي. البيوت المصرية كلها اصلا بتحب المحشي زي ما انتوا عارفين كلكم يعني. يلا بقى كده بينا نبدأ كده على بركة الله يا حبايب قلبي. واحنا كده بنعمل كده هنتكلم كده في حاجة كده يعني ايه عن البركة يا ولاد. صلي على محمد. صلي وسلم على سيدنا محمد. قبل اي حاجة الاول جوزي عمال كل شوية يقول لي انت بقالك اسبوع من الشفاء علينا، بقالك اسبوع ما بتعمليناش اكل، بقالك اسبوع مقضياه بطاطس وجبنة ومش عارفة ايه. زي ما تقول يا ولاد كده والله كسل او يعني مفيش نفس، مش عارفة، في حاجة غريبة كده مش عارفة هي ايه بصراحة. النهاردة بقى كده اول ما قلت بقى هعمل، فانا كنت عندي الكرنبايه دي اصلا في التلاجة. كنت يعني انا كده كده في السوق يعني بحب ان انا اجيب كرنبايه كده الفها في شنطه كده واحطها في التلاجة. وقت ما احب ان انا اعملها بطلعها اعملها، لان احنا طبعا السوق عندنا يوم الحد بس. فانا بجيبها كده كلفتها في شنطه زي ما قلت لكم كده وبحطها في التلاجة. وقت يعني ما يكون بقى الواحد مزاجه رايق كده وعايز يعمل، واصل المحشي ده ما بتعملش الا لما الواحد بقى مزاجه رايق، صح ولا لا؟ قبل ما نخش في بردك في الموضوع ان شاء الله باذن الله كده، حابه بردك اشكر كل حبايبي وضيوف الجداد اللي دخلوا معايا في القناه ونوروني وشرفوني وجبروا بخاطري. ربنا يا رب يكبر بخاطرهم جبرا يتعجب له للسماوات والارض. وحبايب قلبي بردك اللي معايا على القناه من اول ما فتحت، ربنا يا رب يديمكم يا رب نعمه في حياتي وتفضلوا كده يا رب جنبي، وتفضل القناه تكبر بيكم والمشاهدات تكبر بيكم. وربنا يا رب يديمكم في حياتي ويخليكم ليا يا رب، عيلتي التانية واخواتي وصحابي، كل اخ وكل اخت والله العظيم بحبكم كلكم والله في الله بجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا يا جماعة بقى، مش لازم يكون عندنا والله حاجات غالية عشان ان احنا نبقى مبسوطين، والبركة بتيجي يعني تيجي كده من الرضا. يعني ممكن يعني اكل بسيط كده جدا يبقى معمول مثلا بحب ولمة ويبقى احلى من اي حاجة بتعمليها. يعني مش مهم بجد والله عظيم ان احنا نروح نكلف ونعمل وكده. اهم حاجة فعلا ان انت ولادك يبقوا كويسين، جوزك يبقى كويس، عيشتك كويسة، حمد ربنا ليل ونهار على كل حاجة. يعني كلكم كويسين، مفيش حد تعبان الحمد لله رب العالمين. يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. ودعواتكم بالله عليكم لكل مريض، يعني بجد يعني انا محتاجة بجد دعواتكم لكل مريض. الحمد لله يا رب على كل شيء. انا هنا بقى يا حبايب قلبي زي ما انت شفت كده في اول الفيديو، سلقت الكرنب وكنت هقطعه، بس قلت الاول ان انا اخلص، لان في اليوم ده اصلا والله العظيم كنت برجله يعني ما يعلم بقى الا ربنا بجد. ورق الكرنب طبعا كان على الحوض هنا وكنت بقطعه،
فانا ايه قلت طب انا هتنين اقطع ورق الكرنب، طب ما اخلص الاول البط والفرخه والوركين اللي انا جايباهم دولت، اخلصهم كده وانقعهم واسيبهم يتنقعوا شويه عبال ما اخدع يكونوا اتنقعوا بقى كده، اسقطهم بقى في الشرب. ففعلا عملت كده. لو ما كنتش عملت كده كنت هحس ان الدنيا كلها متبرجله حوالين دماغي، وكده كده اصلا ولادي كانوا كمان كلهم في الدروس زي ما انتم عارفين. يعني حبيبه بنتي في الثالثه ثانوي عام، ربنا يا رب يكرمها ويكرم بناتكم وولادكم كلهم يا رب. فانا كنت حاسه ان الدنيا كلها فوق دماغي. وكمان والله بدأ الاكل متاخر اصلا. فهنا بقى زي ما انتم شايفين كده ركنت ورق الكرنب خالص، وقلت لما اخلص ايه هبقى اقطعه براحتي. قلت برضك هنا هخدع ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. قلت اخدع بقى كده وايه عبال ما الفراخ تتنقل البطه تتنقع شويه. وهنا بقى كنت حاطه الميه زي ما انتم شايفين كده، قلت اقطع فيها بقيه البصلايه بتاعه التخديعه، وبعد كده اسيب دول كده براحتهم وارجع اقطع الورق بقى براحتي عبال ما دول كده يتسبكوا والميه تغلى اكون ايه قطعت الورق. صلى على النبي كده يا حبايب قلبي، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا بقى زي ما انتم شايفين حطيت طبعا شويه دقيق، وهحط شويه ملح، وهنقع بقى الحاجه دي كلها كده عبال الميه ما تغلي. هنا بقى ايه الطماطم قلت ابص عليها، هحط شويه ملح وشويه كمون وشويه توابل. هو ده اللي انا ايه بحطه. يعني لو عندك بابريكا وانا عندي بابريكا برضك بحط مفيش مشكله، بس هي يعني كانت خلصانه عندي بصراحه. هي بصراحه بتدي لون جميل قوي للصلصه. انما طالما الطماطم حمرا معاكي وحلوه مش مشكله خالص ان انت تحطي بابريكا عادي يعني. هنا بقى ايه بحط بقى كانت الميه غليت اهيت، بحط بقى الفرخه هنا كده والبطه اللي انا عاملاها بقى اللي هم كانوا اصلا نفسهم ان هم ياكلوا بط. صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى اغطيها كده بقى ايه مع نفسها كده. هنا برضك انا لما بعمل مثلا الطماطم اول ما بحطها في قلب مع البصله عايزاها برضك تحمر حلو، ممكن تحطي برضك ايه شويه شطه كده بيدوها برضك حمار حلو لو ما عندكيش بابريكا يعني، وحاسه ان الطماطم بتاعتك مش حمرا قوي. حبايب قلبي بس لو اول مره تشوف القناه بتاعتي يا ريت فضلا وليس امرا تشتركولي في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله يوصل لكم مني كل جديد، وتشيروا يا حبايب قلبي الفيديو بتاعه لاصحابكم وحبايبكم عشان ان شاء الله باذن الله القناه تكبر كده يا رب كده، وربنا يا رب يجعلها سبب رزق ليا ولولادي ان شاء الله. هنا بقى شوفوا بقى ايه يعني لون الصلصه جميله. هنا بقى طبعا انا لو الخضره عندي نضيفه مش بغسلها، لو مش نضيفه طبعا ايه معروف ان انا بغسلها. هنا بقى بقطعها ايه زي ما انتم شايفين ماشي. وبصراحه بقى ايه يعني قلت اما اقعد بقى اعمل في الارض يعني، احنا جايين منها يا ولاد، جايين من الارض وهنروح لها برضك تاني ان شاء الله بعد عمر طويل ليا وليكم ان شاء الله. ربنا يا رب يحسن خاتمتنا جميعا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا بقى ايه هفضي الرز كده في الطبق ده كده وايه وهحشي في نفس الحلة اللي انا ايه عاملة فيها الخلطة دي. بصوا لون بتاع جميلة لان اصلا الطماطم كانت حمرا، يعني الطماطم اصلا حلوة، فطالما الطماطم بتبقى حلوة هي اصلا اساس المحشي. هبدأ طبعا ايه يعني انا ايه مش بحب ان انا ايه يعني احط الابيض لا انا ايه يعني ورقة بيضة ورقة خضرة كده، يعني بحب اشكل الرصة بصراحة. صلوا على النبي كده يا ولاد. حاولوا دايما يا ولاد كده يعني تدخلوا السرور كده على بيتك، حتى لو بص بامكانيات والله بسيطة، ولو بكلمة حلوة لولادك او لجوزك بعد ما يجي من الشغل ممكن تفرق كتير والله العظيم بجد. وحاولي دايما يعني تقولي الدعاء ده مهم والله العظيم بجد، دايما قوليه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. يعني الدعاء ده بجد والله جميل جميل جميل، يعني صدقوني يا جماعة والله البركة بتخلي القليل كتير والله العظيم. فربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا، وربنا يرزقنا جميعا يا رب من حيث لا نحتسب، وما يضيعش يا رب تعب اي حد ابدا، ويخلي لكم ولادكم ويسترها معانا جميعا وعلى بناتنا يا رب. يسترها على بناتنا يا رب كده ويحفظهم من كل شر ويبعد عنهم يعني ولاد السوء يا رب. يا رب ابعد عنهم ولاد السوء ولادي وولادكم يا رب.
خلوا بالكم من بناتكم يا ولاد، والله الدنيا بجد بقت فظيعة، مبقاش فيها امان خالص. يعني الواحد عمال يعني العيل يخرج ويجي، يعني بص اقسم بالله بيبقى يعني بص حجر كده على قلبي عبال ما ولادي بيخرجوا ويجوا من دروسهم. الزمن اللي احنا فيه ده زمن بقى فظيع. ربنا يا رب يسترها عليهم يا رب بحق الايام المفترجة، وينجحهم ويفرحنا بيهم يا رب. قولوا امين يا ولاد. زي ما انتم شايفين بقى كده ايه رايكم في الرصة دي؟ ساعات بعملها والله، اللي هي الوردة دي اللي انا يعني بعملها حاليا دي، وساعات بعملها ايه يعني يما كده ويما كده، فاهمين يعني؟ بقوم لفة الحلة وعاملة مثلا ايه من يما اللي قدامي دي كده، واجي عليا بقى كده. في رصات كتيرة والله العظيم. احنا كنا الاول والله واحنا صغيرين، كانت امي ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لنا فيها، كانت تقول انا هشوف رصة مين احسن. لان احنا طبعا ايه يعني كنا عيلة، يعني مثلا ستي وجدي والكلام ده كله، فايه كانت تقول هشوف رصة مين اللي تبقى حلو. كنا بقى بص يعني بنبدع زي ما بيقولوا كده، ونشوف الرصة مين اللي احلى. وكانوا بصراحة يعني بيكافئونا بقى مثلا بشوكولاتايه مش عارفة ايه كده. ده برضك حاجة كويسة والله، ان احنا نشجع ولادنا عشان يعرفوا يعملوا كل حاجة. مثلا لما تعملوا صل حاجة، على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اما تعملوا حاجة يا ولاد هديكوا كذا كده، بيحفز العيل ان هو يعني ايه يتشجع، يعمل اللي انت عايزاه. مش عيبة والله العظيم بجد. ايام زمان اصلا كانت بصراحة جميلة والله العظيم. يلا الحمد لله. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ايه يعني حطيت كده بقى الشوربة عشان ازيد المحشي بقى. وايه وبحب ان انا ايه يعني بعد ما بزيد المحشي خالص كده، احب اخد شوية كده من على وش الشوربة، بالذات بقى لو هي دسمة كده، احب اخد شوية بقى ايه من على وش الشوربة كده بقى احطهم على المحشي. طبعا بيدوله لمعة كده جميلة. شوف انا دلوقتي عمالة اخد كده من على وش الشوربة وايه واحط على وش المحشي. هنا بقى طبعا ايه هجيب اللهم صل على سيدنا محمد الورقة الكرنبة كده، وهحطها على وش المحشي ده عشان خاطر ايه ما المحشي يعني ما يفتحش كده لما يغلي. هغطيه بقى كده عشان يستوي كده. وطبعا في اليوم ده اقسم بالله بقيت عمالة بصوا يعني قلبت الدنيا عشان انا الاقي ملوخية ناشفة، ما لقيتش ملوخية ناشفة خالص مش عارفة ليه. فانا بقى قلت اعمل لهم كده شوية بطاطس كده طبيخ، بس اللي هي الشوربة ايه يعني تبقى الصلصة بتاعتها خفيفة قوي كده، بيبقوا ياكلوها كده بالمعلقة جنب المحشي. طبعا بحمر البصلية، يعني مش هحمرها قوي يعني يعتبر كده بعملها بطاطس ني في ني كده يعني، بس انا لازم ان انا اعمل حاجة جنب المحشي. لسان عصفور بقى او شوية ملوخية او شوية بطاطس طبيخ زي اللي انا بعملهم دي، بتبقى شوربتها خفيفة كده وحلوة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا بقى كان المحشي خلص خلاص اهوت ماشي. يعني انا اصلا كنت طفيت عليه ماشي. بصراحة جميل ومفلفل والزودان بتاعه جميل قوي. هنغرف بقى كده بألف هنا وشفا على اللي هياكل. وهنا كانت البطاطس طبعا هطفي عليها، بس قلت لما اخلص ايه المحشي. وبكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الفيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا كده واستمتعتوا معايا. ما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر، واكتبوا لي كومنت حلو كده عايزين اشوفكم، عايزين اشوفكم في ايه الفيديو الجاي. ربنا يبارك لكم في بيوتكم وولادكم ويرزقكم من واسع يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.